حجرب أسوي كرتوني الخاص. طبعا أغلبنا في هذا الجيل كبر على الكرتون وتعلق فيه، وأنا من هذاك السن بدأت أرسم، والآن تعلمت المونتاج والأنيميشن، يعني شوي أنيميشن، وصار عندي ميكروفونات، فكل إشي جاهز. ولكن الموضوع ما راح يكون بهذه السهولة، لأنه لازم أدرس، والأنيميشن أصلا بياخذ كتير وقت، وأنا أصلا لسه ما بعرف أسوي أنيميشن كتير، يعني خبرت قليلة. عشان هيك لازم أشتغل على الأنيميشن تبعي. والآن بالنسبة للكرتون، إحنا بنقدر نعتبر إنه الكرتون يعني قصة، ومكونات القصة هي الشخصيات والزمان والمكان وباقي الأشياء. أولاً الشخصية جاهزة، دعوني أعرفكم على كيس هو شخصية بسيطة رسمتها في 2020، وهي الشخصية كتير رح تسهل علينا التحريك لأنه رسمها جدا بسيط وشكلها جميل برضو. شوفوا كيف. بالنسبة للقصة نفسها أنا عندي بعض الأفكار في مخي، ولكن لسه ما عندي الصراحة بالضبط سيناريو، فرح أفكر بقصة ورح أرجع لكم، وعبال ما أرجع لكم شوفوا بعض التدريبات اللي دربتها على الأنيميشن. أما الآن يا جماعة فلازم أتدرب على الأنيميشن. بالمناسبة أنا مسكن وتعبان، وإيش كمان راح أستعمل فليب كليب. ترى في زيادة. وبعد ما شفتوا تدريبات الأنيميشن اللي غالبا ما راح أستفيد منها، خليني أوريكم هذا الشيء. أنا كملت القصة، ولكن هلأ لازم إن هيك نهدأ شوي ونرتب يعني المقطع. هلأ إحنا جهزنا الفكرة، ولكن طايل إنه نخلي هذا الإشي اللي في مخنا مرئي يعني بصري، وبرضه نخليه له صوت، وهذا يعني إنه ندبلج الكرتون. بعد ما ندبلج الكرتون ونرسمه ضايل مرحلة المونتاج، مرحلة إنه نخلي الإشي بصري، يعني هي مرحلة الأنيميشن. يعني راح نرسم الشخصيات والخلفيات والمكان كله، يعني كل إشي متعلق بإنه نخلي القصة مرئية. وأخيراً بدأنا بمرحلة الرسم. طبعاً أول إشي لازم نبدأ برسم الخلفيات، ولكن رسم الخلفيات ما كان بهذه السهولة. عشان تكونوا بالصورة أنا كان لازم أرسم 14 خلفية، وهلأ مر أكتر من شهر ولحد الآن ما خلصت رسم الخلفيات. والمناسبة رجعت تذكرت، بس يعني هذه هي الخلفيات لحد الآن، رسمت تقريبا 7. طبعاً الموضوع أخذ أكتر من شهر عشان كان عندي امتحانات ومشاريع بالمدرسة، ولكن الحمد لله خلصتهم. وبرضه عشان الخلفية الواحدة ممكن تاخد منك ساعة عشان ترسمها، ولكن حتى لو تأخرنا رح نخلصها بالأخير، وأن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. كيف الحال؟ هلا رح يطلع لكم على الشاشة قديش مر وقت من أول ما بدأت التصوير لحد اليوم. ما بعرف قديش رح يكون الرقم، كم يوم يعني، ولكن واضح إنه رقم كبير. على العموم أنا قربت إني أخلص الخلفيات، وضايل 4 خلفيات، ويعني رح أحاول أخليه يعني أفضل إشي، أفضل أنيميشن ممكن أسويه بحياتي. رح أحاول، عارف إني رح أطول، ولكن أنا لا أحب أن أسوي شيئا تسليكي. بس يا جماعة إن شاء الله بخلص الخلفيات اليوم وبصور لكم من نفس اليوم وبنفس الملابس. واعذروني يعني جالس أصور بس هيك على السريع، ما مجهز شيء. ورجعنا لكم يا جماعة بعد ما خلصت الخلفيات. يعني شوفوا هذا هو المنظر اللي كنت بشوفه للأيام الماضية. رسمت 14 خلفية، في منهم راح يكون بجودة عالية وفي منهم يعني على السريع. وماذا أيضا يعني كنت بدي أصور أكتر، ولكن يعني كثير طولت، يعني هذا ما في مجال للتصوير حتى. ما بعرف أبدأ بالأنيميشن. لحظة خلينا نرتب المهمات. أول إشي إحنا خلينا لحظة. هون استوعبت إنه كل هذا الشغل اللي أخذ تقريبا فصل دراسي كامل كان بس عشان الخلفيات، حتى ما خلصت المرحلة الأولى. وهلأ أنا مسكم لتاني مرة، ولكن هذا مو موضوعنا هو إنه رح تيجي عليك كمان امتحانات تبعت نهاية الفصل. عشان هيك يا جماعة لازم نستعجل بالأنيميشن، وخلونا نبدأ بالأنيميشن وخلونا ما نطول.
حالكم يا جماعة؟ من زمان عنكم. هلا نحن يمكن في 13 رمضان. ايوه اليوم 13 رمضان، ويعني يا رب هذا الفيديو ينزل قبل ما يخلص رمضان او ينزل بالعيد، ما بعرف، بس انا يعني بدي انزل لكم اشي برمضان. المهم يا جماعة، انا هلا لسه ما خلصت مرحلة الانيميشن، وصار ضروري انه اسجل صوت قبل ما اخلص انيميشن، لانه في بعض اللقطات بدها يعني دبلجة. Do you understand me؟ الصراحة يا جماعة أنا كنت بدي يعني أسوي أنيميشن أحسن، بس يعني الأنيميشن يعني الصراحة ما توقعت إنه يطلع بهذه الدرجة أسطوري. على أي حال خلينا نروح على أي حال. شو على أي حال؟ المهم راح أروح أسوي دبلجة. شو أما هلأ بنرجع على الترانزيشن. ايوه بسجل تمام. اعذروني على الصوت وعلى الكاميرا برضه، لكن لازم تشوفوا بالعتمة. طبعا عندي السكريبت، شوفوا الشغل الاحترافي، المفروض يطلع صوت. اوكي راح ابدأ تسجيل هلا. 3 2 1 اكشن. اعذروني على المقاطعة، ولكن زي ما انتم عارفين يعني وزي ما تعودتوا بهذا الفيديو كل شوي في مشكلة. واللي صار يا جماعة هو انه هذا الاستوديو وهذا المايك طلعوا لي أسوأ جودة ممكن تسمعوها بحياتكم. اوكي مو لهالدرجة، بس يعني ابدا ما بتنفع تنحط بالكرتون. انا الان خائب من ظني. طبعا زي ما انتم شايفين كنت حزين جدا ويائس ومحطم أيضا، ولكن بعد عدة محاولات وبعد ما صارت الدنيا صبح يعني كيف حالكم، قررت أن أسجل بدون مايك. هذا ما راح أستعمله. وأخيرا أوكي يا جماعة، هلأ أنا خلصت تسجيل الصوت، يعني خلصت مرحلة تسجيل الصوت، ما ضل غير يعني كم لقطة أنيميشن والمونتاج، وأشوفكم وقتها. The next day. والآن أتوقع خلصنا. أوكي ما أتوقع، هو خلصنا جد. هذا كيس، شخص وحيد انتهى به المطاف، يبكي في هذا الزقاق وحيدا، أو ربما لا. طبعا أنا سويت كت، وإنه أنا المخرج، وأنا حطيت كرة عشان بدي أسوي نكتة. الشعب كأنك فاهم شو تسوي، لكن واضح إنك فاشل. قول المهم كملوا أكشن. وبعدما تعرف كيس على صديقه كرة الرابع، قرروا الذهاب إلى الحديقة. يا أخي النكتة أسطورية، شفت صورتها يا مصور، نكتة أسطورية. وعاد كيس إلى حاله. الدنيا دوارة،